هي مصر عملت ايه لذوي الاعاقات الحركيه؟ انا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. في أكتر من 2 مليون مواطن عايشين وسطنا ومش بياخدوا أبسط حقوقهم، بيعانوا من التهميش والإهمال وظروفهم صعبة، وكمان بيواجهوا صعوبات في الحصول على شغل والخدمات العلاجية، ومش بس كده دول كمان كانوا بيعانوا من التنمر. الرقم الكبير ده هو عدد ذوي الإعاقات الحركية بس في مصر، واللي أعلنته وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباش خلال مداخلة مع أحد البرامج التلفزيونية. الوزيرة قالت حاجة مهمة جدا وهي بتتكلم عن الرقم ده، وهي إنه مش دقيق وبيتم حصر العدد الحقيقي بطرق مختلفة كتيرة لأن الموضوع صعب. ويمكن أكبر مشكلة بتواجه موضوع حصر الأعداد ده هو للأسف الأسر اللي في عدد كبير منهم بيخبوا عيالهم اللي بيعانوا من إعاقة حركية علشان أسباب أنا بعتذر إن أنا بذكرها، ولكنها واقع في بعض المناطق، واللي هي بتتعامل مع الإعاقات الجسدية على إنها عار. وعلشان نشوف اهتمام حقيقي وتقديم خدمات تليق بالفئة دي من المجتمع، محتاجين يكون في نوع من التعاون مع الجهات المختصة لحصر الأعداد الحقيقية، لأن الحصر هو أول وأهم خطوة في الخطة، وده لأنك لما تبقى عارف أنت بتتعامل مع كام شخص هتقدر تبني خطة متماسكة. كلنا طبعا فاكرين قد إيه ذوي الإعاقات الحركية كانوا بيعانوا في البلد في ظل إن بنيتها الأساسية غير مؤهلة لاستيعابهم، وكمان لتسهيل حياتهم اليومية لا في المرافق ولا المواصلات ولا في أي مكان، إلا في الأتوبيسات اللي بيبقى فيها كرسيين أو 4 محجوزين لذوي الهمم، واللي كنا بنشوف ناس أصحاء قاعدين عليهم بمنتهى عدم المسؤولية. لكن بقى في السنين الأخيرة الوضع اختلف تماما، ولقينا إن الدولة غيرت من استراتيجيتها ووضعت ذوي الهمم في قمة اهتماماتها، وما بقيناش نشوف أي مشروع جديد بيحصل أو أي وسيلة مواصلات جديدة بتدخل للخدمة إلا ويكون معمول حساب ذوي الهمم فيها. هي مصر عملت إيه لدعم ذوي الإعاقات؟ وزارة القوى العاملة أكدت إنها ماشية على خطة بتخص تأهيل وتشغيل ذوي الهمم، ومحاور الخطة دي هي الحصر والتدريب والتشغيل علشان يبقوا مؤهلين لشغل الوظائف المطلوبة. وزير القوى العاملة كان قد أصدر القرار رقم 22 لسنة 2023 بشأن تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة وتدريب وتشغيل ورعاية ذوي الإعاقة. الوحدة دي بتهدف لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة، ده في إطار متابعة تنفيذ سياسات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، ومتابعة تفعيل الالتزام بتشغيل نسبة 5% المقررة في القانون على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون. فاكرين 2018؟ السنة دي مصر أعلنت إنها سنة ذوي الهمم، ويمكن كان من أكثر الإجراءات اللي سمعنا عنها وقتها في الإعلام هو معاقبة المتنمرين على الأشخاص ذوي الهمم بالحبس والغرامة. يعني خفة الدم والاستظراف بتاعتنا بتاعت زمان دي دلوقتي بقت تحبس. مصر في الفترة دي ولحد دلوقتي قدمت كتير لدعم ذوي الهمم، ويمكن كان من أهم الإجراءات هو تأسيس صندوق عطاء، هو أول صندوق استثمار خيري لرعاية ودعم الأشخاص ذوي الهمم. وعلى الجانب الصحي بقى، ودي كانت خطوة عظيمة جدا، تم تدشين البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لتوفير الأطراف والأجهزة دي بجودة عالية وأسعار مخفضة، بجانب زي ما قلت في الأول إنه بقى في تفكير في ذوي الإعاقات في كل خطوة بتاخدها الدولة. هل أنت كمواطن عادي لك دور في دعم الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية؟ ده سؤال بديهي وإجابته بسيطة جدا. حضرتك لك أدوار مش دور واحد بس، ويمكن من أهمها هو إنك لو ما قدرتش تساعده ما تاخدش حقه. وطبعا مش محتاج اقول لك انك ما تتنمرش عليه حتى لو صاحبك وبتهزروا مع بعض، وده مش بس لانك معرض للعقاب ولكن لان ده تصرف غير سوي. حضرتك بتركب مواصلات هتلاقي فيها كراسي مخصصه لاشخاص ذوي الهمم، ما تقربش منها. وكمان لو لقيت حد صحيح داخل يقعد على الكراسي دي خليك انسان ايجابي وامنعه، لان الكراسي دي مخصصه لاشخاص بعينهم. وكمان في الباركينج في المولات هتلاقي فيه اماكن مخصصه لذوي الهمم، حتى لو الدنيا مزنقه ما تركنش فيها لانها برضه لنفس الاشخاص. وكمان هتلاقي في معظم الشوارع دلوقتي معمول مطالع ومنازل عشان الاشخاص اللي بيستخدموا كراسي متحركه، فانت ما تسيبش الدنيا كلها وتروح تقف او تركن الموتوسيكل بتاعك في الحته دي. افتكر كويس انك مش عايش في الدنيا دي لوحدك، وان كلنا لينا حقوق على بعض. وهنا السؤال الصح، هل انت لسه شايف ان الدوله مهمله لاي حد عايش على ارضها؟ سلام.